من اجمل الالعاب الجماعيه اللي نزلت وعملت ضجه وللان عامله ضجه. يلا بينا نشوف مع بعض لعبه قول او اعمل. في منها نوعين، حاجه اسمها قول او اعمل على قد الجيب بالشكل البسيط جدا جدا ده، وحاجه بالشكل ده الحجم الجامبو بتاعها. اوكي، قول او اعمل. ركز معايا، اللعبه دي فوق الايه؟ فوق ال8 سنين يا حبيب قلبي. اللعبه دي كلها اسئله وضحك. يلا بينا نشوف اللعبه دي بتقول ايه من جوه. قول او اعمل، اللعبه دي خطر حرفيا، لازم تلعبها مع ناس بتحبهم. يلا بينا نشوف اللعبه دي من جوه تقول ايه. الناس الجميله تصلي على النبي. اول حاجه، اول ما نفتح العلبه هنلاقي كروت هنا، قول او اعمل بالشكل ده. قول باللون الازرق واعمل باللون الاسود. اعمل يعني هتنفذ امر، قول يعني سؤال وهتجاوب عليه. تمام. وبيجي معانا هنا كروت اضافيه فرنج، هنا 100 وهنا 100، يعني بيجي معاك 200 كارت وست كوينزات مختلفه، يعني ممكن من شخصين ل6 اشخاص يلعبوها. وبورده، البورده طبعا بيكون ليها بدايه وليها نهايه، اللي بيوصل للنهايه الاول هو اللي بيكون كسبان. حلو الموضوع، حماسي جدا ومحفز ان انت تلعبها اصلا. هنا اول حاجه بنحط اللون الازرق مع الازرق والاسود مع الاسود، حصل حاجه ولا اي حاجه. وفي هنا بدايه وفي هنا نهايه، شخصين هيلعبوها دلوقتي، مثلا بنت وولد. البنت بينك طبعا، حلو صح والولد خلينا اصفر. احنا دلوقتي يا حبيب قلبي اصغر واحد في الشله هو اللي بيبدا يسحب كروت، وليك انت حريه الاختيار اول مره، يا قول يا اعمل براحتك، يا ازرق يا اسود. انا دلوقتي مثلا قول، انا اصغر واحد في الشله اللون الاصفر. اوكي، بيقول لك امتى اخر مره حسيت فيها انك غبي؟ لو جاوبت سؤال قلت مثلا امبارح هتتحرك خطوه واحده. اوكي، اهي الخطوات هنا، وحسب الصعوبه بتاعه السؤال بتتحرك هنا. يعني لو السؤال صعب هتلاقي خطوتين، وفي بيوصل 3 خطوات وفي 4 الخطوات دي. ولو جاوبت على السؤال اللي تحت ده، امتى اخر مره كذبت فيها وعلى مين، تتحرك خطوتين. بس ركز معايا المره الجايه، لو وقفت عند الاسود هتسحب من هنا، افعل. اوكي، لو وقفت عند الازرق هتسحب من هنا اجباري، يعني اول مره بس اللي بتختار براحتك. مثلا وصلنا احنا دلوقتي هنا رقم الاصفر وصل للرقم 5. لما بتوصل هنا عند الاشاره دي، الناس بتعدي وانت مستنيهم، شكرا اتفضل عدي 3 خطوات لقدام. تعدي 3 خطوات لقدام، رقم 8. كل اشاره او كل مشكله بتقابلك هنا بتلاقي الحل بتاعها هنا. لو جيت عند الحنفيه مثلا، الحنفيه هنا صلحت الحنفيه البايظه، برافو، اختار حد من اصحابك اللي مسابقينك يرجع. يعني لو ده كان مسابقك عند مثلا 13، يقوم راجع لك تاني. اوكي، راجع لك عند الحنفيه هنا. فالحته دي جامده جدا. اوكي، والموضوع بسيط جدا. انا دلوقتي افعل، يلا بينا نقرا كام حاجه من افعل. كلم حد مش قريب منك على التليفون من غير ما تتكلم، يعني ترن على حد وتسكت. اوكي، لو عملت الحركه دي هتتحرك خطوتين. لو هنا بيقول لك ايه، خبط على الجيران واطلب منهم راس بصره، تتحرك 3 خطوات، كلها ضحك حرفيا. ودايما انا بركز ان هو بيجي حاجه سهله وحاجه صعبه. هنا بيقول لك خبط، بص هنا السؤالين ده اصعب من ده. خبط على حد من جيرانك واسال هو بابا وماما هنا، تتحرك 3 خطوات. كلم تامن رقم او تامن واحد من جهه اتصالك وقول له انك هتهرب من البيت. الاسئله جامده جدا والعاب جريئه شويه، بس زي ما قلت لك تلعب اللعبه دي مع ناس بتحبك. وانتظروا الفيديو ان شاء الله الجاي، هيكون قول او اعمل على قد الجيب، وانتوا هتقرروا اللعبه دي اجمل ولا دي اجمل.